أكثر وصفة تنطلب بالعزومات، قوزي اللحم والبهارات ريحتها نفس المطاعم. كاري، ملح، بابريكا، قرفة، فلفل أسود، زبدة، ليمون، نخلطها مع بعض كل الزين. نحضر صينية ونخلي عليها قطعة اللحم ونشرحها بالسكين حتى تدخل التتبيلة. نتبل فخذ اللحم، نلف اللحمة بورق الزبدة وبسيليفون وندخلها للأوفن حتى اللحم يصير جوسي. خليها بالتتبيلة فد نص ساعة وبعدين خليها بالأوفن. هسه نطبخ الرز بسمتي ب7 بهار. راح أنزل فيديو خاص بال7 بهار على قناتي قريبا، فسووا سبسكرايب حتى يجيكم أول بأول، لأن أنا يعجبني البهارات أحضرها بيدي. رشة ملح ومي وننتظر الرز إلى أن ينشف ونهديه ربع ساعة. بطاوة ثانية نخلي زيت وننزل بالشعرية وكمية زينة نقليها، وبعدين ننزل عليها الكشمش ونصب عليهم كاسة مي اللحم، وبعدين نضيف مي لحم، وهيجي خلصنا وإجا الوقت حتى نذوق. أطيب الأطباق هي اللي تكون غنية بالبهارات، وهذا القوزي إذا جربتيه راح تدمنين الطعم. إذا جربتوا هاي الوصفة كتبولي بالتعليقات، وألف عافية. لا تنسون سبسكرايب ولايك وشير للفيديو حتى تكبر القناة بمحبتكم.